السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل. رجعلكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. والفيديو بتاعنا النهاردة مميز جدا. النهاردة يا بنات، حبيت اشارك معاكم هدايا عيد الام من اولادي. ان شاء الله كده تاخدوا فكرة معايا والهدايا تعجبكم. وهنعمل مع بعض روتين قوي كده ومشجع، وفي افكار كتير كالعادة. يعني ان شاء الله كده كده هتستفادي معايا من الفيديو، وهتشوفي معايا هدايا عيد الام. خليكي معايا لاخر الفيديو واوعي يفوتك حاجة. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تصلوا على الرسول في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك وكومنت حلو منك. ولو انت اول مرة بتشوفيني وعجبتك القناة، شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا بقى نشوف مع بعض كده هدايا عيد الام. وعايزه اقول لكم كده الاول ان انا البنات قعدوا كام يوم كده ايه، عارفين كده، تحسوا ان في حاجه بيتفقوا كده. وانا مش في بالي خالص عيد الام، الواحد يعني احنا مشغولين برمضان وفرحه رمضان وناسي عيد الام خالص. بس ادخل الاوضه كده الاقيهم ايه، في حاجه بيتفقوا على حاجه وايه، ويسكتوا. وفي الاخر بقى فاجئوني بالهدايا الحلوه ديت. هم عارفين دماغي وعارفين انا كنت محتاجه ايه الايام دي. انا الايام دي يا بنات كل اللي شاغلني المطبخ، عايزه اجدد فيه. عشان انتوا عارفين طبعا بقى، يعني الحمد لله ربنا كرمني كده وجبت مطبخ جديد. فعايزه برضو افرشه بالحاجات الجديده وحاجات كانت ناقصاني يعني. فتعالوا بقى نشوف معايا كده اول حاجه. ودي قطعه الخضار يا بنات، او اللي هي بنقطع بيها البطاطس مثلا، المخلل. دي حقيقه كنت فعلا محتاجاها. بتفرق معايا جدا في شكل المخلل لما بنيجي نعمل المخلل كده. فجابوها لي يعني من ضمن الحاجه اللي ايه اللي جت. ونيجي بقى لطقم التوابل ده. بصوا هم عايزين نغير طقم التوابل بتاعي باي طريقه. يعني عايزين نطلع من الحاجه بتاعتهم اللي هي في الجهاز. طبعا انا جايبه حاجات بورسلين وحاجات غاليه، فانا مش عايزه اطلع حاجه من الجهاز خالص، يعني الواحد مش بيصدق يجيب حاجه. فالمهم بقى فاجئوني بطقم التوابل ده. حلو كده وصغنون كده، انا مش بحب العلب الكبيره. شكله تحفه جدا، هو ازاز والغطا بتاعه ده كده بلاستيك بس نوعه حلو يعني ما شاء الله. واهم حاجه بقى كانت ناقصاني فعلا الميزان. بيفرق جدا معانا لما نيجي نعمل وصفه ولا حاجه عشان المقادير يعني. فطبعا من ضمن برضو الهدايا اللي عجبتني جدا. هما يعني حاجات، يعني بصراحه الحاجات كلها ما شاء الله جميله. والهدايا عجبتني، هما زي ما بيقول كانوا عارفين انا عايزه ايه، يعني هما كانوا عارفين الحاجه اللي انا كانت نفسي فيها يعني. فما شاء الله برضو ايه الميزان ده حاجه مهمه جدا. بصوا بقى، تعالوا شوفوا بقى المجموعه دي، ما نسيونيش انا بقى. مش جابوا كل حاجه للمطبخ يعني. جابوا لي دي مجموعه من ماي واي اللي هي تندر. ده شاور. وده برفان يا بنات وبادي لوشن. كريم للبشرة يعني. انتوا عارفين طبعا الناس اللي جربت مجموعة تندر دي، ريحتها تحفة. هي يعني اصلا منتجات مايوي كلها جميلة بصراحة. ودي كده بودرة معطرة للجسم. جميلة يا بنات، بتنعم البشرة جدا وريحتها جميلة. ده برضو بادي سبلاش. المجموعة كلها تحفة بصراحة، كلها يعني ايه، كلها حاجات مهمة وجميلة. دي مخمرية برضو كده حلوة بقى، تحطيها في شنطتك كده وانتي خارجة. جميلة. ده مزيل عرق بالبلية الدوارة. يعني المجموعة بصراحة كلها جميلة، بس انا ما اكدبش عليكم يعني كده بفكر اشيلهم في الجهاز. ممكن اخلي الشاور بس، عشان انا عندي حاجات كتير من دي يعني. فانا بفكر كده اشيلها في الجهاز. هي الصراحة بتاعتها بتقعد 3 سنين عادي يعني مفيش مشكلة. تعالوا شوفوا معانا ايه كمان بقى. جابولي السلة دي. دي سلة للمطبخ يا بنات، اللي هي السلة بغطا. لان عندي سلة المطبخ ما كانش ليها غطا، فحابين يعني تبقى الحاجة ليها غطا كده، فجابولي دي، قالوا لي دي احسن يعني من الهلال والنجمة. بس متطربة يعني همسحها كده عشان تشوفوها معايا. جميلة برضو وخامتها حلوة جدا يعني. وبالدواسة يا بنات بقى كده ايه، تسهل الاستعمال يعني. وتعالوا بقى شوفوا بقى اكتر حاجة عجبتني. بصي بقى جابولي ايه، التحفة العسل دي كده. هحطها بقى على المطبخ كده في التصوير. مكتوب عليها اسم القناة يا بنات، وفيها اضاءة كده. وبصوا بقى العسل بقى، الطبق الصغنن اللي فوق ده. ده مبخرة يعني تحطي فيها كده البخور. بصوا بقى لما تحطي البخور وتولعي كده الاضاءه بتاعتها، بتبقى تحفه يا بنات. بصوا انا طفيت النور كده بتاع المطبخ عشان الاضاءه بتاعتها تبان. ان شاء الله برضو هجربها معاكم بقى، نحط بقى البخور كده ونستعملها بقى ايه
على العيد باذن الله. وهي دي الهدايا يا بنات. فرحت بيها جدا بصراحه وعجبتني. ما فرحتش بالحاجه نفسها قد ما فرحت بالاهتمام، وانك تحس ان في حد فاكرك في عز ما انت ناسيه نفسك اصلا. يعني انا عيد الام انا مش هقول لكم ان انا مش فاكراه، انا مش بحب افتكره، لان انا ماما متوفيه وحماتي الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب كده ويدخلهم الجنه. فمش بفتكر يعني عيد الام، او مش بحب ان انا ايه افكر فيه يعني. فلقيت بقى البنات بقى فاكريني وفاجئوني بالهدايا دي، فربنا يخليهم لي كده ويبارك لي فيهم، وربنا يرحم امي واختي وحماتي وكل الامهات يا رب، وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، ويصبر كل بنت على فراق امها او حد غالي عليها. ويرحمهم يا رب جميعا كده ويدخلهم من جنة، ويخلي كل ام ويحفظها ويبارك فيها لاولادها يا رب. وان شاء الله بقى هشارك معاكم ترتيبات الحاجات دي ورصها في المطبخ في تنظيفات العيد. وبالمره بقى اصور لكم المطبخ الجديد عشان ما صورتهوش معاكم. بس تعالوا بقى نشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا النهارده. ومعانا كده اول حاجه، كنت الفيديو اللي فات باين او اللي قبل كنت جبت معاكم شويه برتقان كده، فرزناهم كده العصاير يعني للعيد ولرمضان برضو. وكنت جايبه معاهم شروه جزر كده يا بنات، ساعه ما قلت لكم ال4 كيلو كانوا ب20. فقلت بقى اطلع منهم افكار كتير. بصوا خدت منهم الاول طبعا غسلتهم كويس وقشرناهم، وقسمتهم كده. الجزء اللي هو معمول بالقطاعه ده كده، اللي هو مشرشر ده هعمله ايه مخلل. واللي في النص ده يا بنات ده انا مقطعاه كده حلقات هسلقه زي ما انتوا شفتوا كده، وهنفرزه برضو للبرتقان. تمام. والجزء التاني دوت بشرته كده، وبنشيله بقى في اكياس او في علب، ده بنخليه لايه للسلطه يعني ايه. بنطلعه كده على الفطار على طول ونحطه ايه على السلطه. تعالوا بقى نشوف عملت المخلل ازاي. طبعا هقولك على الخطوات المهمه جدا في نجاح المخلل. بصوا يا بنات، اول حاجه لازم تكوني معقمه البرطمان اللي بتحطي فيه. انا بعقمه بميه سخنه وشويه خل، وارج البرطمان كويس كده وافضيه تاني. الحاجه التانية برضو اللي تحافظ لك على المخلل ما يبصش معاكي، ان الميه اللي هتضيفيها عليه تكون ميه معقمه. يعني تكوني قبل ما تبداي تعملي اي حاجه تغليها وتركنيها جنبك لما تبرد خالص. وبعدين بقى حطيت الجزر كله في البرطمان، ودي معلقتين كده خلطه كنت انا عاملاها عباره عن توم وفلفل احمر فلفل اخضر، شويه كمون شويه ملح فلفل اسمر، وضربتهم كلهم كده في الكبه. الخلطه دي بتبقى حلوه معايا في حاجات كتير يعني يا بنات، انا شايلاها في الفريزر كده. جبت منها معلقتين حطيتها على البرطمان. ومعايا بقى الميه اللي كانت في الشفشه ديت، ده لتر ميه. لتر الميه بالنسبه للمخلل بياخد 4 معالق ملح. تمام، 4 معالق كبار. وحطيت عليهم معلقه سكر وشويه خل. الخل عشان يساعد في تسويه الجزر يستوي معاكي بسرعه، والسكر عشان يخلي الجزر معاكي مقرمش، يعني ما يتبلش ويطرى معاكي كده. تمام. عبيتهم بقى كده زي ما انت شايفه كده. خلاص كده خلصنا المخلل، والجزر المبشور حطيته في علبه. والجزر بقى اللي هو المسلوق ده يا بنات ده بتاع البرتقان اللي انا قلت لكم عليه. لو تفتكروا معايا كده كنا جايبين ال5 كيلو برتقان ب25. قطعناهم وفرزناهم كده طلعوا معانا ما شاء الله 7 علب، خدت منهم علبه وشايله 6 علب. تمام كده معانا برضو 6 اكياس من الجزر. ولازم الجزر بتاع البرتقال يكون مسلوق يا بنات، عشان لما نعصره مع بعض في الخلاط ما تلاقيش الجزر معاكي قطع كده. لما بتحطيه سليم في الفريزر من غير ما تسلقيه ما بيبقاش حلو في العصير، يعني لازم يتسلق. خلاص بقى كده شلتهم. وتعالوا بقى نشوف النهارده فطارنا ايه. بصوا انا مش هجيب لك تفاصيل الفطار بالظبط، بس انا عايزه اديكي فكره عن السمك ده. انا عملته معاكم قبل كده، بس عملته معاكم كنت بجيب السمك وهو متبل على طول، ما كنتش بوريكي السمك نفسه ولا نوع السمك. بصي كده انا جبت السمك ده بيتباع في السوبر ماركت. ده سمك فيليه، سمك مخلي يعني. بصوا انا عايزه اوريكم الكميه دي ما شاء الله حلوه جدا. الكيس ب100 جنيه. جبت كيسين يا بنات هقسمهم. بيتقطع بقى قطع صغيره كده، بس تحفه بقى في الاكل يا بنات، وسهل جدا بقى ولا تنظيف ولا حاجه. وبعدين وانت بتعملي كده مش بتحسي فيه ريحه سمك في البيت، لا كانك بتعملي بانيه مثلا. وبعدين بقى موفر يا بنات، يعني بيديكي كميه كويسه. يعني مثلا دول كيسين هم ب200 جنيه، انا هعمل منهم وجبتين، وهشيل منهم كده كام قطعه عشان انا عايزه اعمل ان شاء الله باذن الله سي فود على العيد يعني. عندي كابوريا وعندي بلح البحر. يعني ايه بجهز بقى المكونات كده حاجه في حاجه. اشيل الفيليه دوت ونجيب عليه جمبري، وان شاء الله نعمل لهم اكله سي فود كده في العيد باذن الله. فيعني احنا في رمضان ومحتاجين كل يوم اكل ومصاريف، بس لازم برضو نحط في حساباتنا ايه العيد ومصاريفه وطلباته. فبحاول برضو كده اشيل اللي اقدر عليه للعيد. انا كده قطعته كده خلاص كده تمام. ونقعته بقى بخل وليمون وملح زي ما انت شايفه كده. ما حطيتش دقيق بقى لان هو ما فيهوش دم.
احنا بنحط الدقيق في الحاجه اللي في النقع، يعني لما يكون الحاجه فيها دم زي الكبده مثلا، الكبد والقوانص، الفراخ، تمام، عشان بيساعد على نظافه الحاجه اكتر من الدم يعني. خلاص بقى خد وقته كده في النقع كده، وشلته صفيته خالص كده. وبصوا بقى، شلت دي اللي في العلبه دي، دي الوجبه اللي انا هشيلها، واللي في المصفى ده اللي انا هعمله اليوم ده، واللي في العلبه التانية القطعه الصغيره ديت دي اللي هعملها في شوربه السي فود. فانا كده طلعت يعتبر 3 وجبات، او يعني قولي وجبتين ونص مثلا، من 200 جنيه. ووجبات دسمه يعني، وجبات كويسه يعني، مشبعه يعني. فلازم برضو ايه نفكر كده وندبر كده. طبعا احنا لو نزلنا نجيب سمك بولتي ولا سمك تونه ولا كده، ل6 افراد مش هيكفيكي 250 300 جنيه في اكله. وتعالي بقى نشوف الخلطه اللي هنعملها للسمك او التتبيله بتاعه السمك. انا هعمل كميه كده يا بنات واشيلها في الفريزر. ماشي، تيجي بقى الكبه بتاعتك او الخلاط، ماشي، الهون ماشي. شويه طماطم حلوين كده. معايا ليمونتين 3 كده او 4 ليمونات كمان، مقشراهم ومطلعه منهم البذر. معايا ده فلفل مفروم، مش مكعبات يا بنات، انا فرماه في الكبه وبشيله مفرزاه كده، بينفع بقى في التتبيلات زي ما انت شايفه. شويه توم حلوين كده. ماشي، ومعانا بقى التوابل بقى، اهم حاجه ملح وفلفل، 7 بهارات، شطه، كزبره ناشفه، كاري وكركم. تمام، ملح وفلفل و7 بهارات وشطه وكزبره ناشفه و7 بهارات وكاري وكركم. تمام، هنحط عليهم شويه زيت ونضربهم بقى في الكبه كده، ننعمهم خالص. ومعاكي بقى احلى تتبيله للسمك. انا بقى شلت في العلبه كده الكميه ديت، تبقى جاهزه معايا بقى ايه في اي وقت اطلعها للسمك. واللي معايا بقى في الكبه ده، ده اللي هتبل بيه السمك اللي هعمله النهارده. فكده معاكي برضو دي فكره ان انت تعملي خلطه بالمره. يعني احنا بنقف في المطبخ، بيبقى ورانا يعني شغل كتير في البيت، فلما تقفي في المطبخ تحاولي تنجزي وتعملي وصفات كتير تساعدك في اوقات تانية. معايا برضو بصوا ده الليمون، كنت انا مفرزاه معاكم قبل كده. بقشره كده يا بنات وبشيله ويبقى جاهز على العصير على طول. لان لو شلتيه بقشره وتيجي تطلعيه تقشريه هيبقى القشر ناشف، مش هتعرفي تقشريه. طبعا ده هنعمله عصير النهارده، يعني طالما في سمك يبقى لازم عصير ليمون. من احلى العصاير اللي تعمليها جنب الاسماك الليمون. معايا بقى كده عملت برضو تمر هندي، وادي كده السمك والرز الاصفر ده، رز مبهر يعني. انا ما جبتش معاكم الطريقه يا بنات عشان انا عملته معاكم في رمضان، لسه عاملاه قريب. بس انا حبيت اجيب لكم المره دي السمك نفسه قبل ما اغسله، عشان اديكي فكره وتشوفي هو قد ايه موفر. وعشان برضو اعمل معاكي التتبيله بتاعه السمك. التتبيله دي ممتازه يا بنات، تنفع معاكي في كل انواع السمك، وفي نفس الوقت تبقى موجوده معاكي في الفريزر كده، تعملي كميه على بعضيها. كده كده انت واقفه في المطبخ، فتحاولي تستغلي وقفتك دي على قد ما تقدري في حاجات هتنفع معاكي في اوقات تانية كتير. وبالنسبه للجزر زي ما انتم شايفين ما شاء الله، 4 كيلو جزر ب20 جنيه، طلعنا منهم كذا وصفه. فلازم يا بنات نوفر وندبر كده ونمشي امورنا. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده، ويكون روتيني حلو كده ومشجع. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه